السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نبدا بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم امينه واش راح ديري؟ السلام عليكم مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله الا كتب ربنا راح نديروا المطلوع. وي كيما هضرنا ديك الخطره، كاين المطلوع، خبز طاجين، خبز خمير، كل واحد يقول لنا واش يقولوا له في المنطقه ديالو هكا في لي كومونتير. وانا نقول لهم بلي غلطت ديك النهار بالك كنت دايخه. وي ربحتيني. ربحتها. يقولوا له خبز طاجين هكا للمطلوع، والكسره يقولوا لها الرخسيس، وبيان واش قالوا لنا خبز فطير. خبز فطير. حنا الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم واش عندنا كيلة تاع سميد رطب، عندنا 2 كيلات تاع الفارينه، عندنا الملح، سكر كريستاليزي، وعندنا خميره تاع الخبز. المطلوع تاع نهار اليوم ماما نديروه سميد وفارينه. قلنا عندنا كيلة تاع سميد رطب. سميد دائما خيروا النوعيه الجيده. هكا حنا بسم الله 2 كيلات تاع الفارينه. كاين مطلوع تاني يجي غير بالسميد، كاين يجي غير بالفارينه. زمان يديروا غير بالسميد. وي هكا مي دوكا هذا شويه خفيف. حنا واش نديرو نخلطو النواشف هكا. امينه باش بعثت لي وحده على الكريوش، قالت لي ديري لنا الكريوش وديري لنا صمصه تاع العجين. لا حاجه اخرى. المهم اي صمصه تاع العجين. فوالا صمصه تاع العجين راهي عندي في القناه. شوفوا كي تحبوا الحاجه تحبوا الصمصه كتبوا دير لهم فاطمه الزهراء، الصمصه تخرج لكم. دير لهم فاطمه الزهراء القطايف راني دايره. شوفوا لي بلان رمضان الله يبارك عندي لي بلان الجيغوا راهم كاع والتقليديين كاع راني دايرتهم. بالك خصنا حاجه ولا زول نكملوهم في هذا رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. الخبابز كاين بزاف حوايج راهم تاع رمضان اللي تصيبوهم ان شاء الله في القناه تاعي. اللي حبيتوا الوصفه اللي حبيتوها اكتبوا ادميطون شربه فريك فاطمه زهراء ديرهم، تخرج لكم شربه فريك فاطمه زهراء ديرهم باذن الله. فوالا هذه هي. انا باردون. والكريوش عليا ما نديروه قبل ما رمضان ولا ان شاء الله نديروه باذن الله. فوالا انايا ندير مغرف ونص تاع الخميره هكا، يعني لا كونتيتي تاع هاد لو بول. ونديرو شويه سكر كريستاليزي اللي هي ملعقه. دوك واش نديرو حنا نخلطوا هاد النواشف كامل مع بعضاهم هكا، والملح رايحين نديروه في الماء دافي وبه رايحين نضموا العجينه تاعنا. عندنا البول تاع الماء دافي نديرو فيه الملح هكا، نحلحلو الملح في الماء دافي وبه رايحين نضموا العجينه تاعنا. هنا العجينه حتجي كما نقولوا متلوقه باش المطلوع يجينا خفيف. هاي اللي كان كملت بليت العجينه تاعي. شوفوا كيفاش تجي متلوقه، ما تخافوهاش. دوك واش ندير نحكمو ان بول ندهنوه ابان بالزيت ونحطو العجينه تخمر. العجينه تخمر ان شاء الله. هذه هي. هنا العجينه تاعنا هاي اللي خمرت. دوك واش نديرو نديكازيوها، نشمخو يدينا شويه بالماء باش ما يلصقش، خاطش قلنا ديروها تكون خفيفه هكا. نديكازيوها كامل باش تجيكم سهله. يسمى هذا مطلوع اكسبريس تاع كمكم. هذه هي يجي خفيف بزاف، ماشي العجين مليح. خبزتو تجي جاريه. دوك انا واش ندير نحطو فوق البلون دو طرافاي، نرش كامل بالفارينه ونقسم على 3. حنا هذا الكيلو يجيب لنا 3 مطلوعات ان شاء الله. هادو حنا ديكازيناه قبل ما نقرصوه. واش راح نديرو له هذه هكا. هذه هي كامل الصح في المطلوع هكا. دوك نقسموها على 3. حنا هاوليك الخبيزات تاعنا قسمناهم على 3. واش درنا في البلون دو طرافاي؟ فارينه وسميد الرطب مخلط، يعني مخلط يكون نفس الكيل كاس نخلطوهم نرشوا بهم هكا. نحكموا هاد الحطبات تاعنا يخدموا فيه لاير كيكيتو. نرشوها فارينه وسميد. من بعد نرفدوا الخبزه تاعنا نحطوها هنا ونخلوها تخمر شويه. دنيها منا شويه فوالا تخمرت شويه من بعد باش تقرصيها قبل ما ترميها. هذه ومن بعد كي وهي مقرصه نزيدو نخلوها تخمر شويه باش نرموها في الطاجين ان شاء الله. حنا الخبزه تاعنا خمرت شويه. دوك واش نديرو نقرصوها خبيزه
نزيدو نخلوها تريح واحد 10 مينوت لو طون اللي يسخن لنا الطاجين. لازم الطاجين يكون سخون. ومن بعد نوريلهم كيفاش يحطوها في الطاجين. هاي اللي كيفاش، روحوا غير بالعقل. كي تشوفوا يدكم بدات تلصق تزيدوا ديروا في السميد والفارينه وتكملوا قرصوها. ما ديروهاش رقيقه بزاف وما ديروهاش خشينه، نورمال هكا. هاي لك الخبز خمير تاعنا او خمرنا شويه. دوك واش نديرو؟ غير بالعقل هكا باش تجيكم سهله، يا تقدروا ترفدوها باليد. ها هي كيفاش تحطوها. لازم الطاجين تكون سخونه مليح. امين باش نقولوا مع الطابونه. الطابونه هذه شوفوا، هذه هذوك اللي يتباعوا تاع اللي برجليها و يعني تاع اوليو في الارض جايه برجليها، وعندها هذيك تجي كي طابله، عندها كي الطابله، وعندها ديك كما يقولوا هو الطاوه ديريها فوقها. نكون نحبوا نلوحوا فيها الكسره نديروا فيها الكسره. هايله يعني، شريتها لي تخي براتيك، شريتها غير فيها دابا لرمضان ان شاء الله. كانت عندي طابونه يعني في القاعه، مي هذه روعه. هاي روحوا دونك خليها حتى نطيب ونوليو ليها. فوالا قلبناها على الوجه الاخر. هذه هي. حنا خبز الطاجين تاعنا راهو واجد. هاوليك كيفاش جا خفيف ما شاء الله. ها تحبوا كي نقسموا لكم؟ شوف طري متقوب ما شاء الله، جا هايل. نتمنى ان شاء الله يجربوا الوصفه هذه ان شاء الله. هذا كما يقولوا مطلوع تاع مبتدئات، فوالا اللي يتعلموا يجيهم ساهل، ما يديروش كبير باش يجيهم ساهل باش يقلبوه، يديروه نورمال موين. وريت لهم الطريقه كيفاش يحلوا فوق الحطبه تجيهم سهله باش يرموا في الطاجين ويقلبوا يعني فاسيلمون. وحاجه واحده اخرى نسيناها، حنا حوشيناهم فوق النار، حوشيناهم معناتها الطرف تاعهم جوزتهم كامل على النار وقاعده ندور حتى الجناب كامل احمر. هذه هي هذه هي الوصفه تاع المطلوع. ان شاء الله تكون عجبتكم. هذه وصفه من الوصفات المطلوعه باسكو فيها بزاف الوصفات وبزاف الطرق كيفاش يطلعوا. كاين فرينه وحده يجي في الكوشه، كاين سميد وفرينه كيما اللي درناه اليوم، كاين سميد وحده، كاين يعني ان شاء الله الوصفات الجايه ان شاء الله نزيدوا باذن الله. هذه يا امينه نقول لهم ان شاء الله في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.